كاين واحد الوقت في النهار اللي كيكون غريب شويه، الوقت اللي كيكون فيه كل شيء هادئ. الضجيج ديال النهار كيختفي شويه بشويه، كتطفي الضوء، كتسد التليفون وكتحاول غير ترتاح بعد واحد النهارات اللي داز عليك طويل. في ديك اللحظه بالضبط كيوقع واحد الحاجه اللي ما كنتيش متوقعها. العقل ديالك ما كيسكتش، بالعكس كيبدا يخدم اكثر من اي وقت اخر. افكار كتجي وحده مور الاخرى، ذكريات قديمه، مواقف دازت، واسئله ما عندهاش جواب، وحتى سيناريوهات ممكن حتى ما توقعش كاع. كتلقى راسك فجاه كتفكر في حوايج ما فكرتيش فيها طول النهار. مرات تتفكر في شي كلام قلتيه وقلتي في خاطرك كان خصني نقول حاجه اخرى، ومرات كتفكر في المستقبل وكتسول راسك شنو غادي يوقع غدا، واش انا غادي في الطريق الصحيح. الغريب هو ان هذا التفكير كيجي غالبا في اللحظه اللي خصنا فيها نرتاح ونعسو. بزاف ديال الناس كيعيشوا هذا الشيء في كل ليله تقريبا، حتى ولا بالنسبه لهم بحال عاده يوميه. الليل كيولي الوقت اللي العقل كيقرر فيه يفتح كاع الملفات اللي كانوا مسدودين عليهم طول النهار. السؤال اللي كيطرح راسو هو علاش كيوقع هذا الشيء بالضبط؟ علاش العقل ديال الانسان كيختار الليل باش يفكر؟ واش المشكل في التفكير ولا كاينه شي حاجه اهم كتحرك هاد الافكار؟ في هاد الحلقه من وعي بودكاست غادي نحاولوا نفهموا شنو كيوقع داخل العقل الانسان قبل النعاس، وعلاش هاد اللحظات الهادئه كتولي مرات مليئه بالافكار. طول النهار العقل ديال الانسان كيكون غارق في واحد الضجيج كبير، الخدمه، قرايه، الناس، تليفون، الرسائل، الاصوات، المشاكل، الصخره وغيرها. كلشي كيخلي الدماغ مشغول بالحاضر. مرات حتى ما كيبقاش عندنا الوقت نفكروا في المشاعر ديالنا ولا في الحوايج اللي واقعين لينا لداخل. كنكونوا غير كنمشيو مع ايقاع النهار بالزربه، ولكن ملي كيجي الليل كيولي كل شيء هادئ. كيوقع تغيير مهم في واحد اللحظه، كيختفي داك الضجيج كامل وكيبقى العقل بوحدو مع افكاره. هنا كتبدا الافكار اللي كانت مخبيه في كاع النهار كتطلع للسطح. بعض الافكار اللي كيكونوا بسيطه ولكن بعدها كيكون مرتبط بمشاعر ما عطيناش ليها الوقت، بحال القلق، الحيره، الاسئله اللي ما لاقيينش ليها جواب. كلها كتلقى الفرصه ديالها في الليل. العقل كيحاول يعالج داكشي اللي ما قدرش يعالجه وسط زحمه النهار. داكشي علاش مرات التفكير قبل الناس ما كيكونش غير صدفه، ولكن كيكون نتيجه طبيعيه النهار كامل ما وقفناش فيه مع راسنا. واحد من اكثر الحوايج اللي كيطلعوا قبل الناس هو الماضي. العقل كيبدا يرجع المواقف دازت من قبل، ربما كلمه قلتيها وندمتي عليها، ولا فرصه ضاعت منك، ولا موقف كنتي باغي تبدل بطريقه اخرى. في واحد اللحظه كتلقى راسك كتفكر علاش درت هكا، كان خصني ندير هاد الحاجه. هاد النوع ديال التفكير كيجي لان العقل كيحاول يفهم التجارب اللي عاشها، ولكن المشكل هي ان الماضي ما يمكنش يتبدل، ومع ذلك العقل كيستمر يرجع ليه مرات كثيره، بحال انه كيقلب على جواب ما كاينش. كاين واحد الحاجه اللي قليل اللي كيهضر عليها، وهي ان الليل كيعري على المشاعر ديالنا الحقيقيه. في النهار كنكونوا مشغولين بالخدمه، بالقرايه، بالناس وبالضجيج ديال الحياه، ولكن ملي كيسكت كلشي وكتولي الغرفه هادئه كيولي العقل عنده المساحه باش يهضر. في داك اللحظه كيطلع كلشي كان مخبي في القلب، كيطلع الندم ديال شي قرار خديتيه ولا فرصه ضيعتيها، كيطلع الخوف من المستقبل اللي مازال ما جاش، وكيطلع حتى الحنين للناس ولا الايام اللي ما بقاوش في حياتنا. العقل ديالنا ما كينساش، غير كيصبر حتى كيلقى الوقت المناسب باش يفكر. الليل هو داك الوقت اللي فيه كلشي كيبان واضح. كتلقى راسك كتفكر في حوار وقع بينك وبين شي واحد وكتقول علاش ما جاوبتش هكا، ولا كتفكر في شي حاجه صغيره وقعت في النهار ولكن عقلك ما عطيهاش واحد الحجم كبير. وكل فكره كتجرب معها فكره اخرى، بحال واحد سلسله ما عندهاش نهايه. كتقول غير غادي نفكر دقيقه والناس، ولكن كدوز ساعه وانت مازال كتفكر. المشكله ماشي غير التفكير، المشكله هو ان التفكير كيكون غالبا مرتبط بمشاعر. الا كنتي مقلق التفكير كيزيد القلق، ولا كنتي حزين التفكير كيعمق الحزن، ولا كنتي خايف من شي حاجه التفكير كيخليك تحس بحال الا راه وقع دابا. وهكا كيولي الليل ماشي وقت الراحه ولكن وقت المواجهه مع النفس.
بعض الناس كيخافوا من هاد اللحظة حيت كيحسوا براسهم ضعاف قدام أفكارهم. الحقيقة أن هاد التفكير كيورينا شنو كاين لداخل ديالنا، كيورينا شنو خصو يتصلح في حياتنا، كيورينا المشاعر اللي كنهربوا منها في النهار. العقل ديالنا كيستعمل الليل باش يحاول يفهم حياتنا. ملي كيكون التفكير بزاف كيولي بحال الضجيج اللي ما كيخليكش ترتاح، وكتلقى راسك ماشي غير كتفكر ولكن كتغرق في الافكار. هنا كيبان السؤال الحقيقي، واش المشكل الافكار ولا في اننا عمرنا تعلمنا كيفاش نتعاملوا معها؟ العقل غادي يبقى يفكر، ولكن السلام كيجي ملي نتعلموا كيفاش نسمعوا الافكار بلا ما نخليوها تسيطر علينا. السؤال المهم هو واش هاد التفكير اللي كيجي قبل الناس عنده معنى ولا غير عقلنا كيضيع الطاقه ديالو؟ بزاف ديال المرات هاد التفكير كيكون رساله من الداخل ديالنا، رساله من العقل والقلب كيبغيو يقولوا لنا شي حاجه. مرات كيكون العقل ديالك كيحاول يفهم شي موقف وقع في النهار وما لقى حتى وقت باش يحلله، ومرات كيكون كينبهك الحاجات في حياتك ماشي في بلاصتها. يمكن علاقه ما مرتاحش فيها، يمكن ضغط كبير كتخبيه في النهار، ويمكن حتى حلم عندك ولكن مازال ما عطيتيش الاهتمام. في الليل ملي كيولي كلشي هادئ كتولي كتسمع هاد الصوت الداخلي بواحد الوضوح اكثر. المشكل هو ان بزاف ديال الناس كيخافوا من هاد اللحظه، كيحاولوا يهربوا منها بالتليفون، بالفيديوهات، ولا باي حاجه تشغل العقل، حيت مواجهه الافكار ديالنا ماشي حاجه سهله. ملي كتوقف مع راسك بصح كتكتشف اشياء ما كنتيش باغي تشوفها. هاد اللحظه ممكن تكون فرصه كبيره للتغيير. ملي كتفهم علاش كتفكر بزاف كتبدا تبدل شي حوايج في حياتك. يمكن تحتاج ترتاح اكثر، يمكن تحتاج تبعد على شي ضغط، ويمكن غير تحتاج تسمع لقلبك شويه. العقل ما كيخلقش هاد الضجيج بلا سبب، غالبا كيكون غير كيبغيك تنتبه لشي حاجه مهمه. المشكل ماشي في انك تفكر قبل الناس، المشكل هو ملي كتخلي الافكار تسيطر عليك بلا ما تفهمها. حيت ملي كتعلم كيفاش تسمع الافكار بهدوء كتقدر تحول داك التفكير من مصدر قلق الى بدايه وعي جديد. باش نكونوا صراحة مع راسنا، التفكير قبل الناس ماشي ديما عدو ديالنا، مرات كيكون فرصه باش نفهموا راسنا اكثر. المشكل كيوقع ملي كنخليو العقل يجري بلا توقف وبلا ما نوجهوه. العقل ديال الانسان بحال الطريق، الا ما كانش فيه نظام كيولي عامر زحام. هاد الزحام ديال الافكار هو اللي كيخلينا نحسو بالقلق، تعب قبل حتى ما نعسو. داكشي علاش خصنا نتعلموا كيفاش نهضروا مع عقلنا بدل ما نخليوه يهضر بوحدو. مثلا ملي تجيك فكره مقلقه قبل الناس تحاولش تهرب منها، وقف اللحظه وسول راسك الا جاتني هاد الفكره دابا، واش كاين شي حاجه في حياتي خصني نواجهها ولا خصني نبدلها، ولا غير العقل ديالي تعود يفكر بزاف. ملي كطرح هاد الاسئله بهدوء كتلاحظ ان الافكار كتبدا تهدأ شويه بشويه لانك ما كتبقاش تقاومها. طريقه اخرى هي انك تكتب شي افكار ديالك في دفتر صغير قبل ما تنعس، حيت ملي كتخرج الفكره من راسك للورقه كتخفف الحمل على العقل وكتحس براسك مرتاح اكثر. حتى التنفس العميق ممكن يعاون بزاف. غير خذ نفس بشويه عليك وخليه يخرج ببطء وكرر هاد الشي مرات. العقل كيبدا يفهم ان الوقت ديال الراحه وصل. الفكره هنا ماشي نوقفوا التفكير نهائيا، هي التفكير جزء طبيعي من الانسان، والهدف هو اننا نتعلموا كيفاش نهدئوا هذا التفكير باش الليل يرجع يكون وقت الراحه ماشي وقت المعركه مع الافكار. ديك الساعه الناس غيجيك بهدوء والعقل حتى هو غيرتاح. وفي الاخير يمكن اكبر سؤال خصنا نسولوه لراسنا، واش التفكير قبل الناس حاجه متعبه ولا هو رساله؟ حيت بزاف ديال الناس كيحسوا بالانزعاج من هاد اللحظات اللي كيكون فيها العقل عامر بالافكار، ولكن يمكن هاد اللحظات هي اللي كتخلينا نقرب اكثر من راسنا الحقيقي. الليل كيكون هادئ وكلشي كيسكت، ولكن العقل ديالنا كيبقى باغي يفهم حياتنا، كيحاول يجمع الاحداث، المشاعر والاسئله اللي ما لقيناش ليها جواب في النهار. هادشي ماشي ضعف، هادشي علامه ان العقل ديالك واعي وكيقلب على المعنى. المهم ماشي هو انك توقف التفكير بالكامل، المهم هو انك ما تخليش الافكار تتحكم فيك. تعلم تسمع ليها بهدوء، ولكن حتى تعرف وقتاش تخليها تمشي، حيت العقل بحال البحر فيه امواج كتيره ولكن العمق ديالها هادئ. وكلما تعلمتي تهدأ كلما قدرتي توصل لهذا الهدوء اللي بداخلك. جرب قبل ما تنعس تعطي لراسك لحظه صمت، لحظه تشكر فيها اليوم اللي داز،
حتى إلا كان صعيب، ولحظة تقول فيها لعقلك دابا هادي وقت الراحة. يمكن في الأول ما غاديش يكون سهل، ولكن مع الوقت غادي تكتشف أن الليل ما بقاش فيه أفكار تصدعك، غادي تلقى فيه السلام والتأمل وفهم أعمق لراسك. وديك الساعة غادي تولي لحظة قبل الناس، ماشي لحظة تقلق، لحظة هدوء كتقربك أكثر من راسك ومن الحياة ديالك. ويمكن هنا بالضبط كيبدا التغيير الحقيقي.